اجمل ما شافت عيني بصراحة. عارفين ايه؟ الدعوة بتاعة افتتاح المتحف المصري الكبير. الدعوة ذات نفسها بهرتني قوي 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 قوي. الرمز تحفة، القطعة رهيبة، التابوت الصغير بتاع الملك توت عنخ آمون بهرني. من كتر ما هو بهرني مركزتش في حاجة، او بمعنى اصح في الفرحة بتاعت الدعوة خلتني مركزت في حاجة، لان انا شايفاها انها حاجة عادية. ايه هي؟ ان الدعوة مكتوبة بالعربي، وانا مش شايفة ان دي فيها حاجة وحشة. دي اللغة الاساسية بتاعتنا ودي لغتنا. ده طبيعي، ده طبيعي انها تتكتب بالعربي. لو كانت تتكتب بالانجليش انا كنت زعلت. اه والله. هقول لكم ليه، ودي حاجة انتوا ما تعرفوهاش. العالم ده في الاساس يوشي مورا، ده عالم آثار ياباني. وما أدراكم ما اليابانيين بيدرسوا حضارتنا إزاي؟ عمركم انتوا شفت واحد مصري درس الحضارة اليابانية؟ ما فيش، لا هما بييجوا يدرسوا حضارتنا. العالم الآثار الياباني يوشي مورا، هو وكتير غيره على فكرة، وده اللي انتوا مش قادرين تعرفوا، ان حتى مارك لينر بيتكلم عربي. احنا ما بنتكلمش بجد. فان هو توصل له الدعوة مكتوبة بالعربي، على فكرة ممكن يكون هو بيعرف عربي. مين هو؟ ليه انتوا مستقلين باللغة بتاعتنا؟ دي نقطة. تاني حاجة، الدعوة تمثلنا احنا حاليا، فمكتوبة باللغة بتاعتنا احنا حاليا، فانا شايفة ان دي فرض قوة وفرض سيطرة انا فرحانة بيه. في ناس تانية قالوا يا نيرفانا طب ما كانوا يكتبوها باللغة المصرية القديمة، هيروغليفي هيراتيكي دوموتيكو، وكده كده العالم الياباني او اي عالم آثار هيكون يعرف اللغة المصرية القديمة ويعرف يقراها. مين قال لكم كده؟ هو حضراتكم ما تعرفوش ان اساسا ان احنا عندنا في اللغه المصريه القديمه احنا بندرس نصوص وبنعرف نترجم النصوص. في ناس لما بتطلع بره النصوص ما تعرفش تكون جمله بالهيروغليفي. دي نقطه. تاني حاجه ان دي ليها متخصصينها، يعني مش كل علماء الاثار او المصريات او كل حد شغال في الاثار يعرف اللغه المصريه القديمه، لانها ليها متخصصينها. بمعنى ان مش كل الدكاتره جراحين، كل حاجة لها تخصص، فحتى اللغة لها تخصص. ليه ما اتكتبتش باللغة المصرية القديمة بالعربي بالإنجليش؟ ليه يا جماعة وجع القلب؟ ليه يا جماعة وجع القلب؟ ما هي دي هويتنا، ده لغتنا، ده طريقتنا، اتعملت. افرحوا، انبسطوا، شوفوا التمثال ده وانسوا ده. شوفوا التمثال ده وانسوا ده. تاني حاجة، أنا يعني أنا لن أتخيل ان ممكن دولة تانية تقدر تعمل اللي احنا بنعمله دلوقتي. يعني اصل انتوا مش متخيلين مدى عظمة حضارتنا يا جماعة. انت بتعزم الناس العالم كله على حدث لن يتكرر في اي دولة ايا كانت مهما عاشت ومهما عملت. لان حتى في بعض البلاد بتحاول تثبت ان في حضارة اقدم، حتى لو اثبتوا ان في حضارة اقدم، فين الاثار الاحلى؟ فين العلم الاقوى؟ فين؟ مفيش. والله لو قعدتوا تحفروا لغايه لما تخرموا الكره الارضيه الناحيه التانيه مش هتلاقوا بجمال الاثار دي. فحتى لو لقيتوا الاقدم مش هتلاقوا الاجمل، مش هتلاقوا الاقوى، مش هتلاقوا الاكثر انتشار. طبعا الدعوه بعتوها لاكتر من رمز حوالين العالم، لاكتر من ملك، لاكتر من رئيس، لاكتر من رئيس وزراء، لاكتر. طبعا هم ليهم شرف ان هم يجوا يحضروا هذا الحدث الضخم العظيم اللي ما فيش زيه. انا حاليا عماله اقول هل ممكن انا اعيش لحظه تاريخيه زي اللي انا عشتها في موكب المومياوات و... وطريق كباش وافتتاح المتحف المصري الكبير؟ هل في حاجه اضخم من كده انا ممكن اقدر اعيشها في البلد؟ انا عشت مرحله تاريخيه انا ما كنتش اتخيل ان انا كنت عايشه في يوم من الايام بصراحه. لا بصراحه ان الدعوه للملوك غير الدعوه للعلماء، صح ولا في اختلاف ولا ما فيش اختلاف ولا ايه؟ اصل هنا بص التصميم هنا على شكل المتحف المصري الكبير. لا انا حابه التصميم التاني بصراحه، يعني التصميم التاني عاجبني قوي. فزي ما انتم شايفين دعوه فرح المصريين، فرح المصريين بصمودهم. اه والله احنا صامدين قوي 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 قوي، ده كفايه ان احنا صمدنا العشر سنين اللي فاتوا، فاحنا صامدين بقالنا كتير. بنعزم افخم واكبر دول القويه، الدول الصف الاول او العالم الاول زي ما بيقولوا، انهم يجوا يحضروا. تعالوا شوفوا الملوك زمان كانوا ايه، ملوكنا. انا عايزه اوضح لكم يا جماعه ان احنا اول دوله اتعملت في التاريخ
احنا اول سيادة سياسية اتعملت في التاريخ، احنا اول جيش موحد اتعمل في التاريخ، احنا اول كل حاجة. فحاجة حلوة قوي قوي قوي، انا اشعر بالفخر. لا بجد اشعر، يعني حاولوا ان انتوا تلحقوني قبل الافتتاح، لان بعد الافتتاح انا شخصيتي هتتغير، لان انا على فكره انا شخصيتي اتغيرت مع كل حاجه. يعني بعد الموكب انا بقيت نيرفانا مختلفه، بعد الطريق الكباش انا بقيت نيرفانا مختلفه، بعد المتحف انا هبقى نيرفانا مختلفه. الحاجه بقى اللي انا منتظراها عارفين ايه؟ افتتاح مدينه اخناتون في المنيا، وافتتاح متحف اتون اللي في المنيا. ده الحدث اللي انا منتظراه بصراحه.